نأتي للعلاقة بين مصر وحماس من جانب آخر. اللجوء والإعلان عن استعداد للمصالحة يأتي بعد أن قامت مصر بهدم الأنفاق، أم بعد أن أعلن أمير قطر الشيخ حمد عن اجتماع أو قمة عربية مصغرة للمصالحة الفلسطينية؟ لا، هو العلاقة هي علاقة بالتأكيد إيجابية بيننا وبين مصر، وعلاقتنا مع مصر هي العلاقة الأفضل في مراحلها، لأن العلاقة بالتأكيد لم تكن علاقة إيجابية في ظل عهد مبارك. الأزمة اليوم إذا كان هناك أزمة فهي أزمة في بعدها الإعلامي من بعض وسائل الإعلام المصرية التي لم تتخذ المهنية في التعاطي مع الأخبار، واستندت إلى مصادر وهمية وإلى معلومات غير دقيقة وإلى فبركات وفدلكات إعلامية لا تستند إلى حقائق وإلى وقائع. هنا نحمل الإعلام كافة كل الخطايا، رغم أنك تقول أنه استند إلى وثائق لم يستند إلى وثائق ولا إلى حقائق، استند إلى مصادر وهمية. هو لم يستند لا إلى تصريح رسمي صادر عن أي مؤسسة رسمية، ولا تصريح صادر عن شخصية رسمية، لا بالمستوى السياسي ولا بالمستوى الأمني المصري. كل ما ورد في هذه الإشاعات ومحاولة الوقيع ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني والقيادة في القيادتين في ذلك هو مستند إلى مصادر مطلعة، مصادر سيادية، مصادر سياسية، بمعنى أنه لم يستند إلى شخصية معروفة ولا إلى مؤسسة معروفة في هذا الأطار. وهذا بعتقد الحديث نقل أخبار حساسة ودقيقة عن مصادر بحد ذاتها دون أسماء ودون مؤسسات رسمية في هذه القضايا، أعتقد أنها بعيد كل البعد عن المهنية. ومن هنا الدعوة مفتوحة كذلك لوسائل الإعلام المصري أن تنأى بحماس وتنأى بالقضية الفلسطينية عن الخلاف الداخلي المصري. لسنا جزءا من هذا الخلاف، نحن على مسافة واحدة من كل أطراف المصرية، معنيون بكل جهد من أي طرف مصري بغض النظر عن لونه السياسي ليكون مناصر وداعم للقضية الفلسطينية. والخطير في ذلك من خلال هذه الحملة الشعواء ضد حماس وضد المقاومة وضد غزة، الخطير في ذلك أن تشوه نظرة القضية الفلسطينية في ذهنية المواطن المصري. هذه القضية قضية لكن حالة التآكل بالنسبة لحركة حماس في ذهنية المواطن المصري إلى ماذا تعزوها، خاصة أن هناك بيانات وأحاديث وتصريحات من جوانب أخرى فلسطينية أيضا؟ يعني بعتقد أخي الكريم هنا أنه حركة حماس تقود مشروع مقاومة، وحركة حماس بقوة المقاومة تنوب عن الأمة في مقارعة العدو الصهيوني الذي كان يحلم بإقامة دولة إسرائيل ممتدة من النيل الفرات. واليوم أمام المقاومة وبسالتها ووقوفها بكل قوة بخاصة في قطاع غزة، العدو الصهيوني بدأ ينحسر في مشروعه ويتقوقع خلف الجدر. وبالتالي لا أعتقد أن هناك حالة تآكل إذا ما كان هناك إعلام مصري وازن يتعامل بكل مهنية ويتعامل بالحقائق، بعيدا عن محاولة بعيدا عن محاولة إدخال حركة حماس في مربع الخلافات لإيذاء الإخوان المسلمين هنا، ومحاولة الربط في هذه القضايا، والمقصود إيذاء الإخوان المسلمين من خلال إيذاء حركة حماس والربط في هذه القضية. بعتقد أن هذه مسألة بعيدة عن العقل وعن المنطق. دعوا حركة حماس في شأنها، وهي تقارع العدو الصهيوني، تواجه حصار، تنوب عن أمة مع قوى المقاومة ومع أحرار العالم